تم إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص الهجرة الغير شرعية، 7 سوادين، 7 أخوة من السودان و21 من الصومال، وتم القبض عليهم من قبل قوات درع ليبيا أي الثوار من تجمع كتائب الثوار ومن أخوتنا في نقطة 3-3، فتم القبض عليهم وجاءوا بهم يعني للمقر قوات درع ليبيا. حققنا معاهم، وجدنا وخذينا منهم مجموعة المعلومات، في منهم 20 صومالي وامرأة صومالية يعني 21، و7 من السودان. يقولوا انهم ركبوا في سيارة من الخرطوم، سيارة سودانية وسائق سوداني، اخذ منهم عن النفر $200 حتى جاء بهم الى جبال عبد المالك. من جبال عبد المالك في معسكر يسموه معسكر غوانتنامو، قعدوا في المعسكر 10 أيام لتم التنسيق مع سيارة على حسب ما قالوا هم الركاب انها سيارة ليبية طريقتها جماهيرية 24/5/391-397. هذا رقم السيارة، جماهيرية كروزر بقيادة شخص يقولون انه اسمر ويرطن ومسلح، شخصين بسلاحهم يعني. فجابتهم السيارة وعزقتهم برا من الكفرة مسافة تقريبا، وجدوهم الشباب يعني 31 كيلو، وجدوهم يعني في حالة مزرية، حالتهم تعبانة يعني. فجابوهم الشباب وجبنا الدكتور كشف عليهم ودخلناهم هنا في المقر السجن، حققنا معاهم، داروا حمامات، أكل، شراب. الآن في فترة يعني راحة. هذول الأخوة المقيمين مشرفين عليهم في المسؤولين من هذا السجن، الأخ مسعود الخفيفي، الأخ محمد السوداني، أخونا الحاج محمد السعيطي، أخونا جمال الخفيفي، هم المشرفين على إقامتهم، هم المسؤولين في السجن هنا. فصراحة يعني أكرموهم، وتسمع من الأخوة السجانين وتسمع من المهاجرين غير شرعيين. نحن فترة الإقامة جبناهم للسجن هنا لا لشيء، وإنما نبو ناخذ منهم بعض المعلومات وبعدين يستريحوا، وهم حالا في فترة استراحة يعني داروا حماماتهم وغسلوا دبشهم وخذوا الأكل والشراب، والحمد لله رب العالمين. قسمنا عليهم من قوتنا، نحن مش مستعدين، لكن من الطعام اللي ناكلوا فيه نحن قسمناه نحن وياهم وكلنا نحن وياهم نفس الطعام الحمد لله رب العالمين. والآن بعد يتريحوا حنشيلوهم للمنظمة الهجرة غير شرعية وهم للسلطة المختصة وحنسلموهم لهم. وهذا مجهودات يعني فضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم قوات درع ليبيا أخوتك الثوار هذوما، وهذوم الشباب المقيمين المشرفين عليهم. تفضل أن تسأل واحد منهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله تم القبض على هؤلاء الهجرة غير شرعية، وأحسننا لهم المعاملة وأعطينا من الأكل وتم استحمام لهم والنظافة وحسن المعاملة، والحمد لله رب العالمين. يعني نحن الثوار وقوات درع ليبيا تم القبض عليهم، وسيتم ترحيلهم من المنظمة الهجرة غير شرعية بإذن الله، وسيتم السؤال على هؤلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي يجيبوا فيهم لنا طبعا خارجين عن القانون، نحن ما نمسكوش لحد يعني لأن خارج عن القانون، نحاولوا يعني أن السلطات القانون ياخذ مجراه يعني في الطبيعي يعني. ونحن ما نحطوش فيهم هنا، مش خايفين منهم، في نفس الوقت خايفين عليهم في ذات الوقت يعني. وإن شاء الله تقريبا عدد الخارجين عن القانون في السجن كم المجموع ما يقارب 30 نفر ممكن هيك. نسأل الله له. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا المسكين ومن إياه جابوهم لنا، جبناهم ثوار جابوهم من إياه خارجين على القانون، ويعاملوا فيهم معاملة حسنة، ومودينا لهم الطعام والوكال وداروا حمامات، وعارفينهم هم ظروفهم، هو اخوتنا في الإسلام وعارفين أن ظروفهم تعبانة وكذا ولني. لكن الهجرة غير شرعية هذا لها نظام سلموه إن شاء الله المنظمة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن ثوار درع ليبيا الحرة، ثوار درع ليبيا، فجابوا لنا نحن الناس هذوما الهجرة الغير شرعية، عرفت كيف؟ نسألك عن المعاملة. المعاملة حسنة،
100% يعني فوق ما تتصورش. يعني هل بنعرف حاجه، هل هي حاجه منكم انتم والله تعليمات جايتكم ان تعاملوا معامله حسنه، والله انتم اصلا تعاملوا في الاسرى؟ والله هذه منا نحن اصلا هذه نعاملوا فيها هيك، ديننا ميسرنا الامور هذه. ف احنا بيننا وبينهم شرع الله، ما فيش بيننا وبينهم اي حاجه الا اخوتنا في الاسلام، مسلمين كلنا تحت رايه التوحيد. الشيء الوحيد اللي بيننا وبينهم اللي هي الهجره غير شرعيه. يعني لو انه جاب جواز سفر وبتاشيرته وبكرت الصحي ما عندناش اي مشكله في اي مسلم او اي عربي او اي اخ، يعني الحمد لله رب العالمين. وهذا ان شاء الله تفضلوا تسمعوا منهم روح. السلام عليكم. هذه عائلة صومالية من ضمن الناس المهاجرين الهجرة غير شرعية، هم طبعا كلهم بعضهم 28 من 28 فيهم امرأة اللي هي جوز أخونا هذا، فالامرأة هذه تحكي لكم شنو صار وكيف جت وشنو المعاملة إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. امتى جابوكم الثوار؟ اليوم صباح. وين جابوكم؟ في الصحراء. وين؟ الصحراء. كم يوم في الصحراء؟ 14 أو 15 يوم من السودان إلى الصحراء الليبية. المهربين هذول كم خذوا منكم؟ والله ما دفعنا شيء لأنه ما عندنا حاجة. عذبونا قولوا جيبوا فلوس لكن ما عندنا فلوس. أنت ما دفعت شيء، جوزك دفع؟ دفع 300 صح؟ بس ما عندنا حاجة تانية. شنو بعد ما جيتوا للمقر اللي فيه نحن تو، شنو كانت معكم؟ الثوار والله كويسين ما شاء الله، كويسين معانا وانقذونا. كنا تعبانين مشي في رجلنا، ممكن 100 كيلو متر، رمونا في 100 كيلو متر، مشينا كثير والحمد لله ساعدونا واعطونا أكل وموية الحمد لله. هل في حاجة نقصتكم هنا؟ لا كويسة الحمد لله، ما في حاجة ناقص. طبعا المهاجرين غير شرعيين 28 شخص، ال 28 هذول منهم امرأة اللي هي جوز تكون هذا، فالمهاجرين حطيناهم في الغرف كلهم، وهذه لنا عائلة أعطيناها غرفة لوحدها وتنقل وتسكر من جو، يعني بجوهم قاعدين أكلهم شربهم أفراشهم وداروا حمامات، هذا ملابسهم غسلوها وإن شاء الله ينزلوها في الشمس، وغرفة خاصة بيهم لوحدهم لأنها عائلة نحن قدرنا الظرف، أعطيناهم غرفة خاصة بهم، وأمتى ما يقدروا جو يسكروا الباب على أنفسهم، ونحن لأهل السجن وضم السجانين ما ندخلش عليها منين نطرق الباب، أولا نستأذن ثم ندخل. تفضل شوف هذا السجن إنارة، تهوية، نظافة. السلام عليكم. يلا زي يا اخوان. كاميرا صوبي. وين اللي تكلم معي؟ تعال. اسمك؟ سعيد محمد حسين. شنو الجنسية؟ صومالي. كم لكم في الصحراء؟ النفر ها؟ كم لكم يعني بعد دخلتوا ليبيا كم لكم يوم؟ والله 16 يوم 16 يوم هاي. وهل اللي جابكم هنا يعني واخذ منكم فلوس؟ والله اخذنا فلوس هاي. كم واخذ على النفر؟ والله على نفر 800 دولار. اللي وصلكم من حدود السودان للكفرة ليبيا. من حدود السودان السودان. الى هنا 600 دولار. لا جنسيته شنو؟ صومالي. السواق اللي يسوق التيوت. السواق من حدود الى هنا. من حديد الى هنا. 2 سواق. 2 سواق. هاي. شنو جنسيته؟ شنو؟ واحد تشادي وواحد سوداني.
هذول اللي جابوك هنا؟ هاي من حدود السودان إلى هنا. شنو معاملة الثوار لك؟ والله الناس كويسين والله، قدموا لنا طعام، نحن جوعانين وعطشانين، قدموا لنا الماء والطعام والمسكن والملبس كل شيء إن شاء الله. في حد هانكم ضربكم؟ في حد ضربك هنا؟ هنا والله ما في واحد يضربني إلا بيكمل إلا بيسلمني بصلاة الإسلام. بارك الله. أوكي شكرا. تكبير الله تكبير الله أكبر. يقولوا غير محمد. تكبير الله. ايوه تكبير غير محمد. هذول مهاجرين غير شرعيين طبعا جنسيه صوماليه بالكامل، كلهم من الصومال وكلهم اخوتنا في الاسلام، فان شاء الله ما فيش بيننا وبينهم الا معامله اسلاميه، اخوتنا بالاسلام، والمسلم للمسلم رحمه، والمسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعض بعضا. عندكم مخالفه واحده بس اللي هي الهجره غير شرعيه فقط، الا خطيئه اسلام. ان شاء الله صلوا جماعه مع بعضنا، تاكلوا من اكلنا وتشربوا من شرابنا لحين يسلموكم السلطات المختصه اللي هي الهجره غير شرعيه ان شاء الله، وهم اللي هم الامر ان شاء الله يتصرفوا بالامر لله وقبل ومن بعد. السلام عليكم. هذا تليفونك شوف. انا 3 قلم وده حمام وقاعد متكي وصيد. قول كلمة. والله مسلمين واحد كلام. بعدين في هنا صحراء مسلم لكن لا مسلم والله مشكلة كثير. شنو معاملة الثوار هنا؟ ايه الثوار نحن عمل شنو معاملة تاعنا؟ والله مسلم كبير. في هنا حدود، بعدين أكل تمر موية كله حمام، بعدين كويس والله. لكن هنا في جاد ما كويس والله. في هنا موية صغير، بعدين تأكل صغير. مشكلة كثير. هم ما عندهمش أكل أصلا. مشكلة حتى النوم مشكلة والله. هم تعبانين. مشكلة. كويس مسلم واحد والله. حسن عبد الرحمن. نحن ثوار. نحن ثوار دوال. في هنا نوم كويس والله. حمام درت حمام كويس. صار عمل الدش كويس. 100 كله تمام. تليفون وهنا حر، بعدين كويس 100. شكرا حسن عبد الرحمن. أظن أيضا من الهجرة غير الشرعية قبض عليهم اليوم من الصومال، أخوة صوماليين وأخوتنا في الإسلام مسلمين، ما في بيننا وبينهم أي حاجة إلا الهجرة الشرعية. المعانا معاملة بيننا وبينهم معاملة المسلم لأخوه المسلم، ما فيش فرق بيننا وبينهم. انتوا تعال واحد منكم يتكلم. منين جيتوا ومن جابكم لما كنتوا منين جايين انتوا؟ من أول إحنا مشينا من خرطوم السودان. بعدين مشينا ب4 أيام في الصحراء. تمام. بعدين سلمنا تشادين إلى المكان ثاني، ممكن كمشي للحبس. نحن جايين هنا في 6 أيام. بعدين نحن مشينا هنا إلى كفر اليوم باي. شنو جنسية الشخص اللي جابكم القريب من الكفر اللي حطكم في الصحراء؟ تشادين. يعني هو شنو السيارة نتاعها تشادية ولا سيارة واحد؟ سيارة شنو الطارقة؟ شنو اللوحة نتاعها؟ شنو؟ لوحة نمبر اللوحة. لا يعني شنو الجماهيرية. شنو؟ جماهيرية. سيارة ليبية يعني. أيوة سيارة ليبية. السواق نتاعها سواق مكتوب اللوحة الجماهيرية. حافظ رقم اللوحة؟ أيوة. كم رقم اللوحة؟ 24 -5 3 1 3 7 5. شنو معاملة الثوار؟ 7 9. شنو معاملة 9 7. شنو معاملة الثوار لك؟ معاملة الثوار. أيوة والله العظيم أكلنا شربنا وغسلنا ثوابنا وكل تعب نسينا. أيوة
الحمد لله. الحمد لله. شكرا أستاذ ربيع. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بيقول كلمة. الله أكبر. الله أكبر. صور كانوا كويسين، أكلنا وشربنا، عزومة كويسة، أي حاجة كويسة، يعملون لنا عمل كويس، حملة حسنة كده. ما فيش حد أهانكم، ما فيش حد ضربكم؟ لا ما حد. السواق اللي جابكم منين؟ ها؟ السواق اللي جابكم من الخرطوم للجبل سوداني؟ سوداني. سيارة سودانية. لا. السيارة اللي جابتكم من الجبل للكفرة؟ إلى كفرة جماهيرية. سواقها منين؟ تماوي. منين؟ تماوي. تباوي. إيه. تمام. السلام عليكم. هذا السجن نشوف الإنارة جيدة، التهوية جيدة، النظافة نظيف. هذا هم المهاجرين غير شرعيين، المجموعات اللي شفتها السابقة طبعا صوماليين، وهذول سواليين. سواليين ولا السودان. نبغى واحد يتكلم مع الكاميرا. أنا أتكلم عن السواق. ها؟ أنا أتكلم عن السواق. المعاملة اللي جينا من السواق. تمام. تكلم على الثوار وتكلم على أي حاجة، أي حاجة في عقلك تتكلم عليها. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سوداني هشام فتح الرحمن من مهاجرين غير الشرعيين. أول شيء نحن كنا لما تحركنا من الخرطوم جينا ليبيا لعمل. جينا داخلين بالحدود، دخلونا سودانيين وسلمونا للتشادين. التشادين دخلونا في كهف، كنا محجوزين 21 يوم. 21 يوم بناكل في اليوم يمكن 15 جرام مكرونة وأقل من نص كريستال موية يوم على الله 3 ساعات. بعد ال 21 يوم انتهت، طلعنا من قاموا ودونا الكفرة، قالوا لنا بنوصلكم الكفرة. طلعنا من الكفرة، سلمونا سواقين تشادين، وصلونا فكونا في الصحراء، ما عرفتونا في الصحراء، ما عارفين أي حاجة. ماشيين من الساعة 11 لحد الساعة 9:30. أكتر حاجة يعني الحمد لله أنا حسي دار أتكلم عنها، ما دار أتكلم عن الحاجة اللي لقيناها مثلا عن التعب اللي تعبناه ولا حاجة، لكن دار أتكلم مثلا من المعاملة اللي لقيناها من السوار. ساعتين نحن باقي لنا يمكن نفارق الحياة. جانا لاندي فيه يعني واحد من السوار دقي. نحن أول مرة لما شفنا اللاندي قلنا يمكن عسكري ولا حاجة، حرس الحدود ولا حاجة، لكن أول ما جانا قال لنا إحنا مسلمين، ما في فرق بين المسلمين والكافرين، البلاد دي بلادكم، عنده دقن كبيرة دي، انتوا اعتبروا هنا نفسكم في البلاد. قبل يسلم علينا نزل جد علينا مويه وبسكويت وجبنه حليب، يعني حاجه انا اكلتها. بعد ذاك فضلنا لفينا ندور في الصحراء لباقي اخواننا ال 28 صومال، نحن 7 سودانيين و21 صومالي. ف يعني الحمد لله لافي معانا هو. هنا نحن ما كنا عارفين من السوار. بعد ذاك قال لنا يا شباب نحن كيف انتم منو؟ قلنا له، قال لنا احنا والله السوار، انتم مسلمين ونحن مسلمين، انت في بلد غير، يعني انت في بلد اعتبروا روحكم في بلدكم. باهي. السيارة اللي جيتوا فيها ايوه ليبية ولا تشادية؟ السيارة هي مكتوب فيها الجماهيرية، يعني ليبية، لكن السائق هو تشادي. يعني تشادي يسوق في سيارة يسوق ليبية، في سيارة ليبية، قاعد في الصحراء، هو اللي ماسك الهجرة غير شرعية. هل هو مسلح؟ ايوه مسلح معه كلاشينكوف. يعني كل سيارة يمكن عندهم حكاية بتاعت 4 سيارات، في 3 سيارات بتكون في المعسكر، كل سيارة معها شخص عنده سيارة كلاشينكوف لابسين صاقعة. خذها منكم فلوس؟ ايوه. كم خذها منكم؟ من السودانيين بيشيلوا 1,250,000 من اي سودان، يعني مكره ما بتديها انت. كم بالدولار يعني؟ والله بالدولار ما بتاكد منها كم، لكن $200 يعني. هاي وبعدها من السودان للكفرة؟ من السودان للكفرة بتدفع 800 دولار ولا 800 جنيه سوداني. 800. هاي. ومن الصوماليين بيشيلوا من السودان بيشيلوا منهم $300. بعد ذاك بيجيبون الكهف ده بيهددون بالسلاح، يعني بيضربوا عليهم الذخيرة، يا إما تدفع $500 يا إما تموت في الكهف. لكن الحمد لله في النهاية كل الناس ربنا انقذهم بالسوار.
أكلنا جابونا في المعسكر نحن ذات والله والمرة يعني الناس لما شافت المعسكر وشافت السلاح خافوا، لكن في النهاية الناس كلهم طمنوا الناس الله أكبر الله أكبر، جابون بالتهليل من الكفرة ليه المكتب بتاع السوار هنا في الكفرة، برضه بالتهليل لين وجينا هنا السجن، سجن نظيف ماكلين شاربين، يهوديك باقي الأكل يهود الأكل 100 ما في حاجة ناقصة الحمد لله رب العالمين، معاملة إنسانية منتهى الإنسانية. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. يا شيخ بخصوص الاكل نحن عارفين ان المجموعه الان موجوده في درع ليبيا عندها نقص في التمويل من قله الاهتمام الدولي. صحيح. شنو دايرين معاهم في موضوع الاكل يعني؟ بالنسبة للأكل من الأيام السابقة أول ما جينا كقوات درع ليبيا تحركنا من بنغازي وجينا لفضل النزاع الحاصل في الكفرة، تأمين الكفرة وتأمين وحماية، فجينا بالأكل يعني من جيوبنا يعني نواشف ومعلبات، وبعدها يعني جانا التموين وجانا الخير الحمد لله رب العالمين، لكن بعدد يعني حسب القوة الموجودة أنا وهكي جيش يتعامل. يعني نحن كثوار وكقوات درع ليبيا وجينا انطوينا تحت وزارة الدفاع في المرحلة الراهنة، فجانا التموين من وزارة الدفاع بالعدد على عدد القوة. فيعني لما لقينا المهاجرين الغير شرعيين هم فعلا مهاجرين غير شرعيين ولكن مسلمين أخوتنا في الإسلام، منهم الصومالي ومنهم السوداني. المهاجرين هذوم على حسب التحقيقات حققت معهم وسجلت محاضرهم في هذا الدفتر أنهم جو من الخرطوم لعند في جبل يقولوا جبل عبد المالك فيه كهف، حطوهم في الجبل الغادي ب$200 وقعدوا في الجبل يعني منتظرين السواق والسيارة تدخلهم للكفرة، قعدوا 10 أيام. ال10 أيام هذين يعني على حسب ما سمعنا منهم وعلى حسب ما سجلت أنت في الوقت الراهن قعدوا 10 أيام تحت تهديد السلاح، قالوا لهم يا تدفعوا كل واحد $800 يا أما نخلوكم تموتوا في الكهف. فقعدوا في الكهف غادي وقعدوا منتشرين في الصحراء لعند لقوهم أخوتنا الثوار وأخو جماعتنا نحن يعني إحدى النقاط التابعة لنا كقوات درع ليبيا اللي هي نقطة 3 وجدوهم وتم تحريرهم وجابوهم وقسمنا عليهم من أكلنا وقسمنا عليهم من شرابنا. يعني نحن التموين اللي جينا بعدد لعدد القوة، فقسمنا عليهم الحمد لله رب العالمين وخذوا حماماتهم دوشوا كلهم وغسلوا دبشهم وكلهم من تمويننا والحمد لله رب العالمين. وهم الآن مبسوطين بيننا ومعاملتنا معهم معاملة إنسانية معاملة إسلامية لأخوتنا في الإسلام، وهذا حق المسلم على المسلم، هذا أقل شيء نقدر نقدمه لهم. ولكن في الوقت الراهن هم هجرة غير شرعية، نحن ضربوا معاملة سيئة مستحيل نديروها لأخونا المسلم، لكن نحتفظوا بهم هنا ويأكلوا ويشربوا ويتريحوا وبعدين كملنا التحقيق معهم هنسلموهم للهجرة غير شرعية. والحمد لله رب العالمين صلوا الشباب جماعة كلهم تموينهم بالكامل اللي واخذين راحتهم الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله ربي ييسر الأمور وربي يقدرنا نحفظ الحدود ونحفظ أمن الوطن والمواطن في مرضاة الله سبحانه وتعالى. ونحن أي شيء يعني السجن هذا فيه الهجرة غير شرعية، في شباب أخرى حتشوفهم وتصورهم يعني شباب 3 شباب معاهم سلاح قاموا أبسطوا مسلح في منطقة يقولوا جنسية بتاع السوادين وفكوا فلوس من الناس يعني سرقة بالإكراه على قوة السلاح، فألقينا القبض عليهم وجبناهم بسلاحهم وقاعدين الآن موقفين عندنا وسلاحهم موجود. في مجموعة ثانية قامت بإطلاق النار على قوات درع ليبيا في سيارة أنترا حمراء فيها 3 أشخاص سكارى معاهم كلاشنكوف 3 بنادق، والحمد لله رب العالمين عندما تنادوا الأخوة على الأجهزة وتم إلقاء القبض عليهم في نفس الليلة، واحد منهم هرب ومسكناه وقاعدين موجودين عندنا كلهم الآن، ومعاملتنا معهم معاملة حسنة على حسب الشريعة الإسلامية يعني. وهذول إن شاء الله اليوم هذا يأخذوا راحتهم، لأن لو سلناهم المنظمة الهجرة غير شرعية ممكن يبدأ فيهم تحقيقات ولا يبدأ فيهم ترحيل ولا كذا، فقلنا نحن هم تعبانين من الصحراء والجوع والعطش، اليوم حنخلوهم في ضيافتنا يتريحوا وياكلوا ويشربوا وياخذوا راحتهم، وبعد يتريحوا إن شاء الله ممكن الليلة أو بكرة في الصبح نسلموهم لمنظمة الهجرة غير شرعية، وإن شاء الله حتصور الكاميرا بتاعك التسليم بتاعهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير تكبير تكبير.